شايفين العلبة دي؟ كانت علبة شامبو، دلوقتي هتبقى مقلمة شكلها تحفة وهنعملها في أقل من 5 دقايق. أول حاجة هنجيب العلبة ونغسلها كويس جدا من جوه ونتأكد إنها نشفت. بعد كده هنشيل اللزق اللي عليها من بره ده، وبعدين هنحدد على العلبة المكان اللي عايزين نفتحه. هنشيل الجزء اللي فوق ده اللي هو بالغطا. بعد ما قصينا ممكن تلاحظ ان في بروز او حواف حادة. عشان الموضوع يبقى امان اكتر هنغلفها بقماشة، هنلزقها من بره وندخلها جوه العلبة عشان تبقى امان، عشان لو في اي زيادات في البلاستيك ما يأثرش اثناء الاستخدام. احنا دلوقتي هنجيب قماشة، اي قماشة قديمة عندك اغسليها وكويها كده وظبطيها. هنستخدمها لتغليف المقلمة. اول حاجة هنعملها هناخد سنتي من فوق ونخيط بعديه زي ما احنا شايفين كده، عشان بعد كده هنعرف ده هنستخدمه في ايه. بعد ما خيطنا الجزء اللي فوق هيكون شكله كده. دلوقتي هنقلب القماش برضو ونقفل بقية الجوانب. الجنبين اللي مفتوحين عندنا هنقفلهم بالخياطة ونتأكد ان احنا متخيطين كويس. لو مش بنحب الخياطة ممكن نلزقه عادي بشمع او امير او اي نوع لزق برضو. بعد ما خلصنا الخياطة هنقلبها بقى عشان تبقى معدولة. طبعا احنا بنخيط على الجنب الداخلي. بعد ما عدلناها هندخل بقى المقلمة فيها، بس قبل ما ندخلها هنحط فيها لزق من تحت علشان تبقى ثابتة وما تتحركش معانا، وندخل العلبة جوه الكفر بالقماش زي ما احنا شايفين كده. وبعد كده هنستخدم شريط او رباط او اي حاجة متوفرة عندك علشان نقفل بيها المقلمة من فوق. انا كان عندي الشكل اللي انتوا شايفينه ده، هو بيبقى موجود في محلات الخردوات. لو مش موجود عندك ممكن تستخدموا اي شريط ستان او اي رباط موجود عندك. كده انا دخلته وربطته كويس، وكده المقلمة جاهزة عندنا. نقدر نوقف لحد هنا ونقدر نكمل لو حابين ندي شكل جمالي للمقلمة. بصوا كده معايا، هتلاقوا المقلمة واخدة اقلام كتير قوي، وكمان لسه فاضي ممكن نحط كمان. طيب هنيجي بقى لوقت التزيين، وده من الحاجات الحلوة قوي اللي انا بحبها. انا اخترت ان انا اكتب اسم الشخص اللي هياخدها عليها بس بشكل مختلف شوية. قطعت مستطيل من الكرتون، وهنقطع كمان مستطيل تاني خارجي يكون مفرغ بحيث نكتب جواه الاسم. وبعدين جبت ورق استنسل، او انا هنا استخدمت مذكرة قديمة، اخدت حتة من الكفر بتاعها وحطيت هنا خرز صغير كده بحيث يدي صوت للمقلمة، وقفلت الشكل الخارجي مستطيل تاني بالفوم. وبس كده المقلمة جاهزة عندنا. لو عجبتك الفكرة متنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة عشان تشوف افكار اكتر زي دي، وقولي في التعليقات تحب ننفذ فكرة ايه تاني.